عشان انا اشرب العصير هاخد كميه فيتامينات اقل. انا دلوقتي لما اجي اعصر برتقان عشان اعمل كوبايه عصير برتقان، اولا انا هحتاج على الاقل 3-4 برتقانات عشان تديني كوبايه عصير. لما هاجي اعصرها انا بخلي او انا مش بحط في العصير كل الالياف اللي اصلا جسمي بياخد وقت عقبال ما يهضمها، فبالتالي اللي بيفضل لي هي الميه والفركتوز او اللي هو السكر بتاع الفاكهه. فبالطريقه دي انا بس باخد ميه وسكر. كمان في معلومه مش ما تهيأليش ان اشخاص كتير يعرفوها، هو ان احنا لما بنعصر اي نوع فاكهه عشان نعمله عصير، وغالبا بنحطه في كوبايه ازاز او في اي كوبايه هنشرب فيها، لانه بيتعرض للهواء بيحصل له حاجه اسمها اوكسيديشن، اللي هي تكون اسمها بالعربي اكسده. يعني كل الفيتامينات اللي فيها للاسف بتتكسر، فحتى عشان انا اشرب العصير هاخد كميه فيتامينات اقل. فاحسن حاجه هو انه انا لو خلاص نفسي اشرب عصير قوي وعايزه اشرب عصير، اعصره واشربه على طول. بس طبعا الاحسن والاحسن هو ان احنا ناكل الفاكهه عشان نستفيد من الالياف، وبرده عشان نحافظ على مستوى السكر اللي في الدم.